هاي البيوت بعد القصف، طبعا ما ظل أثر للبيوت، نظل الدرج. هاي الغرف، هاي بيت عمي الكبير، هاي أول قبل الضرب وهاي بعد الضرب. شوفي شنو، هاي بعد ما تعبنا السنين كلياتها لبين ما عمرنا، بلحظات الاحتلال التركي يعني قصف. شوفي بيتي يعني على ما يعني حتى خير ما قعدنا فيه ارتحنا فيه كمان. يعني كان بيلي امل انه يقف شي يوم الضرب مثلا، او انه ما نحنا ما ننقصف مثلا. ايه فظليت سنه تقريبا 9 اشهر، هيك سنه يعني مو بالضبط سنه. إيه فضمن اني وبيتي يعني بالبيت صرنا ننقصف، مع انه يعرفون انه احنا مدنيه يعني موجودين ويشوفونا على طول. الاحتلال التركي على طول يشوف يعني، لانه قواعدهم مو بعيده عنا، يعني مبين بالناظور اذا يشوفونا مبين انه احنا مدنيه. عندي اولاد صغار، نحن وبالبيت تقريبا بالساعه 1 نايمين على التخت برا جنب البيت. بلش الضرب، طل الاحتلال التركي بلش يقصف البيوت اللي جنبي تبعت جيراننا وبيوتنا. الشظايا صارت تجي على التخت، يلا يلا فوتت اولادي وفتت جوا. يوميتها جوزي مو موجود بالبيت غير انا واولادي، بنتي صغيره على ايدي شايلتها بحضني، وابني يعني عمره 8 سنين تقريبا. اي ف اول ضربه كمان ما طلعت، يعني قلت يجوز هي هالضربه هاي وما رح تنعاد. رجعت اخرى انضربنا ثاني مره، الحاويس تبع جيراننا قدام بيتي كمان صارت القذايف عليه. يوميتها انا ما كنت بالبيت، كنت رايحه زياره على اهلي، فاجيت البيت التخت اللي احنا ننام عليه طبعا مضروب نهائيا. يعني لو نحن بيوميتها بالليل الموجود صار بها الضرب ونحن نايمين على التخت، ما اتوقع واحد منا طلع عايش. بس ما اعرف هي يعني صدف قدر انه تنظل عايشين. صار القصف عشوائي، يعني ما انه حتى على المدنيه صار يستهدفون. طبعا احنا ارضنا في بير عليها، كنا نزرعها طبعا مثل هالاراضي هلا المزروعه. انا من طلعت لسه ما اجيت لهين، هاي اول مره اجي لهين. يعني لسه عبيلي امل انه ارجع لبيتي اصلحه، حتى اذا ما هاي يعني هو دمر بالارض صار، بس لو انه اسوي لبن وحل طين وارجع اعمر له غرفه ومطبخ على الارض، ارجع اسقي. يعني لحد الان مفتاح البيت موجود عندي، رغم انه البيت بالارض بس المفتاح موجود. يعني لسه في عندنا امل. يعني هسه انا وهين احس شوي نفسيتي ارتاحت. يعني صحيح هسه احنا بضمن زرقان، مو مثل الطبيعه المنتجين تقعدين ضمن القريه على الطبيعه، ارض يعني تكون مزروعه الشجر خضار. هين نفسيه الواحد ترتاح. حتى هالطبيعه شوفي شلون صارت كلها صحراء نتيجه القصف. حتى الاراضي ما بقى نقدر نزرعها، ما بقى نقدر نجي. يعني هاي 5 سنين انا فايته بالسنه الخامسه، ما ساعة اليوم اول مره اجي لهون عم اطلع على البيت لسه مفتاح بايدي، اقول يعني معقول في امل نرجع على بيوتنا؟ يعني صحيح البيوت بالارض بس ما عندنا مشكله نرجع انه نعمر من جديد، حتى لو كان بالطين. يعني الاحتلال التركي لسه هو عم يعني يستهلك حقوق الانسان، البنى التحتيه، الاراضي الزراعيه. يعني ليش هالاراضي هسه كلياتها مو مزروعه؟ مطالبنا انه الدول اللي برا تطلع على الشيء اللي قاعد يصير، على الاستهدافات اللي صارت، على البيوت الخربانه. يعني حقوقنا البسيطه ما عم نقدر نحصل مثل بيوتنا اراضينا. يعني هاي صار لنا 5 سنين، ايه ولا امتى؟ يعني بصراحه تعبنا. يعني ما عم نطالب شيء، حقنا الطبيعي انه نرجع على اراضينا على بيوتنا، نرجع نشغل الارض، نعمر البيوت. وطبعا اذا نحن كمان طالب انه هالاحتلال يسحب قواعده من هين، بس طبعا ما يسحب ويمشي ويخلي الخراب اللي سواه والعوائل اللي انظلمت، الابرياء الاطفال اللي انضربوا زاد يدفعون حق، يعني يتحاسبون على هالشيء اللي صار. يعني زاد بعد هالدمار اللي سووه، الضحايا اللي راحت لازم زاد بيه محاسبة، المحاسبة تكون دولية. يعني نطالب ان المحاكم الدولية، الدول اللي طالب حقوق الانسان تحاسب الاحتلال التركي. يعني ايش ذنبنا نحن بيوتنا؟ يعني انا ضليت 5 سنين تقريبا الى ما عمرت بيتي، انا قعدت بيه 2 سنين. يعني هسه بتلفوني موجود الصور،
شلون وانا بلشت اعمر بيه بداية والى ما خلصته قعدت يعني بسنة سنة ونص تقريبا، وبلش الاوضاع والاحداث وطلعت يعني ونحن نقول بالعربي يعني حتى خير بيتي ما شفته وجديد يعني، وتعبنا عليه على ما عمرناه بلمحة بصر يعني، قذايف يعني عمرناه بسنين بثواني ضرب كم قذيفة وقع على الأرض. طيب إيش ذنبنا نحن؟ وين العدالة؟ طيب وين الدول اللي لازم تحاسب على هالشي؟ يعني إيش ذنب نحن إيش ذنبنا؟ يعني إحنا مدنيين مساكين ببيوتنا مثلا، وين الأمم اللي تطالب بحقوق الإنسان؟ لازم يكون بعدالة، لازم يكون بمحاسبة. العدالة والإنسانية حلقات مفقودة، لأنه ما في عدالة وما في أحد عم يطالب بحقوقنا، أو أحد عم يطلع علينا نحن اللي انضرينا بالحرب وما مسكنا سلاحنا وقفنا بوجه يعني أحد. نحن ضمن بيوتنا يعني أبسط حقوقنا عم تروح، يعني حتى الحقوق اللي عم تروح ما في أحد عم يرجع لنا حقوقنا. طيب إيش ذنبنا نحن؟ وقفتنا مثلا ببيتنا كانوا يعتبروها كأنه إحنا ماسكين سلاح ضدهم يعني، وضمن إنه إحنا ببيتنا ما لنا دخل يعني بأي شيء بأي صلة. مثلا إحنا على بيوتنا قاعدين على أراضينا عم نزرع نشتغل فيهم، يعني حتى الزراعة كأنه سلاح إلهم عم يواجههم يعني.